يا بابا لو سمحت، اصل الموضوع. معلش يا شريف، ممكن وقت تاني؟ بس الحفلة النهاردة يا بابا. حفلة ايه؟ الحفلة السنوية اللي هتعملها المدرسة. وايه المطلوب؟ هو حضرتك نسيت يا بابا؟ اتكلم يا شريف على طول، عايز ايه وانا انفذه. عايزين تبرع ما عنديش مانع. كام المبلغ؟ عاوزينك انت يا بابا. ليه؟ انا اصلي هقدم فقرة في الحفلة دي. كويس، هتقدم ايه؟ هعزف يا بابا عزف منفرد على الجيتار. جميل. وكنت عايز حضرتك تكون موجود انت وماما. هي الحفلة الساعة كام؟ الساعة 12 يا بابا. الساعة 12؟ اسف مش هقدر. لكن يا بابا حضرتك وعدتني. معلش يا شريف، الشغل والنهارده بالذات فيه مرور مهم مع سيادة الوزير. يا بابا انا قايل لحضرتك على الميعاد ده من شهر. لازم نسيت اكتبه في الاجندة، ولا كنت قلت لك انه هيتعارض مع مش ممكن يا بابا. نعم. طب وازاي بس يا بابا اقدر اعزف قدامهم في الحفلة وانا مش شايف عيونكم بتشجعني؟ صباح الخير. الله، انت لسه هنا يا شوكت؟ ياه، وكمان شوشو. اعمل ايه يا شريف؟ عطني. ليه كده يا شوشو؟ عاوز حاجة عندك الدادة، انا قايله لك قبل كده. اسم شريف يا ماما لو سمحت. لا ده زعلان بقى. انت عملت له ايه يا شوكت؟ يا ست شريف، الحفلة بتاعته النهارده. حفلة ايه؟ هو عيد ميلاده النهارده؟ ياه، ده انا كنت ناسيه. معلش يا شوشو، معلش يا حبيبي، انا هعمل. يا ماما عيد ميلادي لسه فاضل عليه شهر وزيادة. دي يا نهت حفلة المدرسة. اسيبكم انا بقى، وماما هتروح معاك الحفلة يا شريف. صحيح يا ماما، حضرتك هتيجي معايا الحفلة؟ شوكت. في ايه يا نهت؟ لو سمحت ممكن تروح مع شوشو الحفلة؟ اسف يا نهت. ايه؟ النهارده عندي مرور مع السيد الوزير على المنشآت اللي نفذتها شركتي. ايوه، ما هو انا كمان ما اقدرش. في اجتماع لمجلس الاداره علشان انتخاب رئيس جديد بدل المرحوم منير. ممكن برضو تعتذري؟ ازاي وانا المرشحه علشان اخد المنصب ده؟ ناهد، الولد بيسمعنا. لا، ما هو لازم تعتذر وتروح معاه، ده الاليق والمفروض، وخصوصا انها مدرسه بنين وكل اللي فيها. ازاي يا هانم ازاي؟ انت مش مقدره مسؤوليه اعمالي ولا ايه؟ وانت مش مقدر موقفي كمديره لاهم فرع في الشركه. بابا، ماما، ارجوكم بلاش تزعلوا. ما تزعلش يا حبيبي. دادا، انا ما بقتش صغير. يحرسك من العين يا ابني، اهو كده تكبر يا حبيبي وتعتمد على نفسك. ما هو عشان انا كبرت يا دادا بسأل. طبيعي ده اللي بيحصل في بيتنا. هقول لك ايه بس يا ابني، معلش بكره يتعبوا من الجري. مش فاهم يا دادا. معلش يا حبيبي، اصل كان اهل زمان بيقولوا مثل: اذا دخل الفقر من الباب خرج الحب من الشباك. ونفس المثل بيتكرر دلوقتي، بس بدل الفقر يعني الفلوس التحدي. حقيقي انا عارف ان كلامك مهم، لكن مش فاهم. انا بشوف افلام وبسمع زملائي بيتكلموا عن العلاقة الاسرية، لكن مش شايف بابا وماما بيعاملوا بعض ولا بيعاملوني كده. يا حبيبي يا ابني، وانت ناقصك ايه؟ ناقصني اتعشى معاهم، اخرج معاهم، نقعد سوا مرة قدام التلفزيون، اسمعهم مرة بيتكلموا من غير ما ينتهي الكلام بسوء تفاهم وخصام. ادعي معايا يا ابني ربنا يرجع الحب اللي بينهم. هو الحب يجي بالدعاء بس يا دادا؟ هتعمل ايه يا ابني؟ مفيش في ايدينا حاجة نعملها غير كده. اسمعي يا دادا، هقولك على حاجة بس ما تضحكيش. خير يا ابني؟ اصل في جماعة زمايلي بيروحوا عند واحد بيعرف في الحاجات دي. طب يا ريت يا ابني يعملوا لنا حجاب يطرد العكوسات اللي هنا دي. مساء الخير يا نهد. مساء الخير يا شوكت. الله، انت هنا من بدري؟ اتغديت هنا. اتغديتي هنا؟ يعني اللجنة الظاهر اتوصلت لقرارها بسرعة. لا، اللجنة ما اجتمعتش. على كده رحتي حفلة شريف؟ يا شوكت انت مش مقدر موقفي. ازاي في الوقت ده اسيب مقر عملي قبل الميعاد القانوني؟ يا سلام. عن اذنك انا طالعه اوضتي. لو سمحت يا ناهد، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع شريف. لا، ده انا بقى اللي اظن موقفنا الصبح ما كانش لطيف فعلا، وخصوصا اننا ما رحناش الحفلة. ارجوك يا ناهد تبقي في المسائل اللي زي دي تفضي نفسك شوية. بدون انفعال يا شوكت. اصول التربية الحديثة بتقول ان الولد في السن ده محتاج لوالده اكتر. يا ناهد، اصول الحياة الحديثة بتقول ان الزوج الناجح وراه زوجة ناجحة في الحياة الزوجية، وما تشغلوش بالامور الصغيرة اللي زي دي. لا، دي مغالطة. استنى بس يا شريف لو سمحت، استنى. بقول لك يا ميمي ارجوك، انا ما اقدرش اشترك. مش معقول تكون خايف.
مش هظهر شجاعتي بالحكاية دي تاني. بس دي عادتنا يا شريف كل سنة قبل ما نسافر المصيف. معلش يا ميمي، السنة دي مش هقدر. طب انتوا هتصيفوا فين السنة دي؟ لما يجتمع مجلس الإدارة. مين يا اخويا؟ يعني بابا وماما لسه ما قرروش، يمكن نسافر أوروبا. ومالها مصايف مصر؟ دي جميلة جدا. عندك حق يا ميمي، بس لازم اللي يصيف فيها يكون قلبه مليان بالحب. وانت ما حبيتش يا شريف؟ دي المصايف بيبقى فيها. أرجوك يا محسن بلاش نتكلم في المواضيع دي. ياه، ده انت باين عليك لخمة قوي. ما قلت لك تعالى معانا عند الراجل اللي ساكن في العمارة يديلك شوية دواء للخجل ده. ميمي أرجوك بلاش نتكلم في المواضيع دي، لسه بدري قوي. طب بلاش، بس لازم نتسابق بالموتوسيكلات زي كل سنة. طيب احنا هنكون كام واحد في السبق ده؟ ما تخافش، المنافسة هتكون بيني وبينك، اما الباقيين فما تخافش منهم. بس كام يعني؟ حوالي يعني يجي 10 كده. ايوه لكن الشوارع بقت زحمة خالص. ما هي هنا المهارة، مين اللي يقدر يمشي في وسط العربيات وما يعطاش الاشارات ويقدر يوصل الاول. طب ايه الفايدة بقى؟ مزيد من الإثارة. بقول لك ايه، روح للدجال خليه يضحك عليكم. طب ايه رأيك بقى انه بيعرف حاجات كتير؟ انا مش عارف ايه اللي بيوديكم الاماكن دي. مزيد من الإثارة. الو، ناهد هانم. اهلا يا دكتور شوقي. مدام ناهد، ممكن حضرتك تجيلي العياده؟ تصور يا دكتور، الدواء اللي اديتهولي امبارح برضه ما قوانيش. مفهوم، انا عرفت كل حاجه من التحاليل. في ايه يا دكتور؟ لما حضرتك تجيني هقولك. ارجوك طمني يا دكتور. سيادتك مش مريضه. على العموم انا همر على حضرتك النهارده بعد الظهر الساعه 6 كويس؟ لو سمحت يا ناهد هانم، ممكن تجيلي دلوقتي؟ في الحقيقه ما اقدرش دلوقتي، اصل اجي انا لحضرتك. ازاي يا دكتور؟ انا اسفه. ما تخافيش يا ناهد هانم، انا مش هجيب الشنطه معايا ولا حاجه، انا هاجي اشرب مع سيادتك فنجان قهوه. الله، في حاجه خطيره يا دكتور. انا بس عاوز اتكلم معاكي بسرعه كده؟ طيب انا جايه لحضرتك على طول. طب اتفضلي حضرتك اقعدي. انا خايفه يا دكتور. مش لازم تخافي. في ايه يا دكتور؟ ارجوك اتكلم بصراحه. تسمحي لي اسالك شويه اسئله؟ يا دكتور شوقي لو سمحت، انا عندي ايه بالظبط؟ حضرتك عاوزني ليه؟ انت مش مريضه يا ناهد هانم. طيب ايه الموضوع اللي هتسالني فيه؟ حضرتك ليكي اعداء؟ نعم. بقول لك ليكي اعداء. دكتور شوقي لو سمحت، تقصد ايه بالسؤال ده بالظبط؟ ممكن تحاولي تسيبيني اشرح لك الموضوع؟ اتفضل. انا خدت من حضرتك تحاليل علشان نعرف ايه سبب الالام والاعراض اللي كنت بتشتكي منها. خلاص فهمت، حضرتك ما قدرتش توصل لحل وعاوز تحاليل تاني. حاضر يا دكتور، بس على كده بقى هتخلص لي دمي والألم اللي فيا لسه بحس بيه. كان لازم نتأكد. انواع السموم كتيرة وده نوع من الاعشاب بنسميه طبيا. حضرتك بتقول سم؟ ده اللي اكدته التحاليل. من ايه يا دكتور؟ ناهد هانم، ما هو نوع السم ده تركيب خاطئ لنوع من المخدرات. نعم. آسف، أنا عارف أخلاقك طبعا، وعشان كده أنا متأكد إن في حد تاني هو اللي حاقد عليك. عشان كده بتسألني انت ليكي أعداء؟ أيوة، بس أرجوك تتمالكي نفسك وأعصابك وتفكري كويس علشان نقدر نتصرف. حضرتك متأكد يا دكتور؟ ما هو تكرار الأعراض وتزايد نسبة السم ده بشكل تدريجي من تحليل لآخر بيأكد إن في محاولة متعمدة للإضرار بيكي. مش ممكن، مش معقول. أرجوك تتماسكي يا ناهد هانم. بس أنا مش مصدقة. طب تخيلي لو كلامي ده صحيح، مين اللي وصلت بيه الكراهية ليكي لأنه يعمل لك كده؟ طيب أي نوع من أنواع الأكل بيتحط فيه السم؟ أصل النوع ده من السم أعراضه ما بتظهرش إلا في الدم، يعني بعد ما يكون اتحلل مع الطعام. يعني إيه؟ يا ناهد هانم افهميني أرجوكي، أنا متأكد إن في محاولة، آسف للتعبير اللي هقوله، محاولة للخلاص منك. مش ممكن. ناهد هانم، مش هنقعد ندور في حلقة مفرغة، أنا مضطر أبلغ الشرطة. إيه؟ الشرطة؟ أيوة، لأن حياتك في خطر. مش ممكن، مش معقول. الحمد لله إننا اكتشفنا المحاولة وهي لسه في البداية. التليفون لو سمحت. اتفضلي. ولا بلاش. لازم يا هانم، عن إذنك أنت التليفون، أنا اللي هتصل بالشرطة. بس أنا كنت عاوزة
اتصل بشوكت الاول. الباشمهندس شوكت؟ وماله؟ بس هقول له ايه؟ اطلبي منه يجي يقابلك هنا. ايوه بس اصل ايه في ايه يا نايد هانم؟ لا ابدا، بس مش عارفه هيكون موجود في المكتب ولا لا. على العموم حاولي، وانا بعد اذنك هشوف الدكتور مراد في المعمل واسيب لك الاوضه دلوقتي. ارجوك ما تسالنيش يا دكتور شوقي. ناهد هانم، هو حضرتك يعني العلاقه بينك وبين لا ابدا يا دكتور. العلاقه بيني وبين شوكت ما فيهاش اي مشاكل. الله، امال ما اتصلتيش بيه ليه؟ اصل بصراحه مش مصدقه اللي بيحصل ده. على العموم انا بلغتك. مش معقوله للدرجه دي يا دكتور. ارجوك تعيد التحاليل. حاضر، بس برضه مضطر احجزك في المستشفى. ليه؟ ما هو انا ما اقدرش اسيبك تتعرضي للخطر. مين عارف كميه السم اللي جايه هتكون قد ايه؟ انا دماغي هتفرقع، هتنفجر. انا مقدر حالتك يا نايد هانم. مش عارفه اتصرف ازاي. مفيش حل غير تبليغ الشرطه. لا، الشرطه لا. ازاي لا يا ناهد هانم؟ دي جريمه. مين بس اللي عايز يقتلني؟ ده شغل الشرطه. ايوه بس هتبقى اسئله وسين وجيم وكلام. اظن حياتك اهم، وممكن كل شيء يتم بسريه. سريه؟ مش معقول. انا عارفه ايه اللي هيحصل. ما هو مفيش حل تاني. انا عاوز اخرج من هنا. ايه؟ تخرجي تروحي فين؟ مش عارفه. بس ازاي اسيبك وانت في الحاله دي والظروف دي؟ ما تخافش يا دكتور، انا هتصرف وهعرف مين اللي بيعمل كده. طيب بس على الاقل اعرف انا كمان. هتصل بيك يا دكتور. ناهد هانم، الساعه دلوقتي 12، لو ما اتصلتيش بيا قبل الساعه هتصل بيك الساعه 8 بالليل. 8:05 هتصل بالشرطه. ما تخافش يا دكتور، عن اذنك. ناهد هانم، ارجوكي ما تاخديش اي اطعمه او مشروبات في الاماكن اللي اتعودت عليها الايام اللي فاتت، في البيت او العمل، مفهوم؟ ايوه يا فندم. رايحه فين حضرتك؟ شوكت بيه موجود؟ لا، شوكت بيه مش موجود. طيب فين لو سمحتي؟ يا هانم قلتلك مش موجود. اي خدمه؟ مين انت؟ انا السكرتيره. وفين دريه؟ مش موجوده. يعني سابت الشغل هنا؟ دريه تسيب الشغل؟ هي دي معقوله؟ امال هي فين لو سمحتي؟ حضرتك عايزه دريه ولا شوكت بيه؟ اي حد منهم لو سمحتي. الاتنين مش موجودين، عندهم مرور فين؟ جرى ايه يا هانم؟ حضرتك هتحققي معايا ولا ايه ده؟ انت ازاي تتكلمي معايا باللهجه دي يا انسه؟ اسفه، بس ممكن حضرتك تقوليلي انت عايزه ايه؟ عاوزه شوكت او دريه. ياه، ده الظاهر حضرتك تعرفيهم الاتنين معرفه جامده قوي. انسه، انت اسمك ايه؟ ليه يا هانم؟ هيتفضلي اقعدي اجيب لحضرتك حاجه ساقعه. يا انسه انا مش فاضيه، لو سمحتي ممكن اعرف هما فين دلوقتي وانا اروح لهم؟ الموضوع مستعجل. صدقيني يا هانم، انا معرفش هما فين. كل اللي اعرفه انه دريه هانم. دريه هانم؟ ما هي هنا الكل في الكل بعد شوكت بيه طبعا. وبعدين؟ هي بتقولي احنا طالعين مرور، اجي انا اقعد هنا وبس، لكن هما فين بيمروا فين معرفش. ممكن اعرف بقى حضرتك مين وعايزه ايه؟ انا مش مهم، عن اذنك. يا هانم خلاص متشكره. تحبي حضرتك تسيبي رساله؟ لا بعدين. طب نقول لهم مين حضرتك؟ ما تقوليش حاجه. والله زمان يا ناهد. اسفه يا خالي، اصل كام سنه دلوقتي ما دخلتيش البيت ده؟ ما هو يا خالي، ما انا بشوف حضرتك. انا اللي بجيلك لما بتوحشيني وبدور عليكي. انت الخير والبركه يا خالي. يا ترى انا وحشتك وجايه تشوفيني؟ طبعا يا خالي. الحمد لله. ازاي صحتك يا خالي؟ نحمده يا بنتي. مش عاوز حاجه يا خالي؟ لا يا بنتي، كتر خيرك. المهم انت عامله ايه دلوقتي؟ بقيتي مديره مش كده؟ ايوه يا خالي. زي ما كنت بتحلمي وانت صغيره. ايوه يا خالي انا الله، ايه يا ناهد؟ في ايه يا بنتي؟ خالي، انا ما لقيتش قدامي غير حضرتك. مش معقول.
ناهد، أول مرة في حياتي أشوفك بتبكي. اكتشفت اني كنت عايشة في خداع. إزاي؟ قوليلي يا بنتي كل حاجة. الو، الست موجودة يا فاطمة؟ سعادة البيه؟ ايوه، اديني الهانم. لسه ما جاتش يا بيه. لغاية دلوقتي؟ ايوه يا بيه، ومش عارفة اعمل ايه في الغدا. تعملي ايه؟ يعني انا مجهزة السفرة ولغاية دلوقتي ما حدش جه. طيب خلاص. مش هتيجي تتغدى حضرتك يا بيه؟ لا انا مش جاي دلوقتي. طب والست الهانم يا بيه؟ لما تيجي بلغيها اني عاوزها. تتصل بحضرتك يا بيه؟ لا 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 لا، انا جاي. قوليلها يعني ما تخرجش تاني. حاضر يا بيه. ده كل اللي حصل يا خالي. ناهد، أنا شايف من كلامك إنك بتشك في جوزك شوكت. ما هي الأدلة بتقول كده يا خالي. ده من وجهة نظرك. أمال مين يا خالي اللي ممكن يكون له مصلحة غير شوكت؟ انت قلتيلي إن في منافسة في الشغل على منصب. يا خالي دي منافسة على منصب مش على حياة. ما هو البعض بيفتكر إن المنصب هو الحياة. يعني إيه؟ يعني ما تتسرعيش في الاستنتاج وتهدمي كل حاجة حلوة بنيتيها. لكن أنا متأكدة إنه شوكت يا خالي. يا ناهد، ما توصلش للي بتقولي ده، مش ممكن. ممكن يا خالي، ممكن. شوكت بيحب واحدة تانية. اتأكدتي؟ ولا الكلمتين اللي قالتهم لك البت دي قلبوا تفكيرك؟ كلامها حط النقط على الحروف. يعني متأكدة؟ يا خالي شوكت اتغير خالص. هو لوحده اللي اتغير؟ أرجوك يا خالي، أرجوك. أتصرف إزاي؟ تبلغ الشرطة؟ لا، الشرطة لا. أيوة، لازم يكون في حل تاني يا خالي. طبعا في حل تاني، بس الأول أعرف أنت معارضة في تبليغ الشرطة ليه؟ ليه إزاي يا خالي؟ دي هتبقى حكاية. مركزنا يا خالي. مركزكم. يعني الولد الصغير ما عملتوش حسابه. شوشو؟ يا ناهد، شوشو ده اسم بنت، شريف هيفضل معايا يا خالي. مش المهم يفضل مع مين، المهم انه ما يسمعش بالحكاية دي. عندك حق يا خالي، دي هتبقى صدمة عليه. علشان كده عاوزين نحل الموضوع بهدوء. طيب ازاي يا خالي؟ لنفرض ان شوكت هو اللي... مش فرض يا خالي، ده اكيد. طب ليه؟ علشان يخلص مني ويتجوز درية. طيب فكري معايا، ايه اللي هيخسره لو طلقك مثلا واتجوز درية؟ مش فاهم. يعني شوكت عنده شركة مقاولات كبيرة وناجح ومشهور، وأظن ما بيعانيش من ضائقة مالية، صح؟ يمكن خايف من الإشاعات. مش هتأثر عليه للدرجة اللي تخليه يجازف بجريمة. لا، ما هو ذكي، فاكر ان جريمته مش هتنكشف. فكري يا ناهد كويس. ما هو يا خالي. ثم تعالي قولي لي هنا، هو شوكت بيدخل المطبخ؟ او مثلا بيديلك اي نوع من الاكل او الشرب او الدواء؟ لا، بس ممكن يتصرف. معنى كده انه بيعرض غيرك للسم ده. خالي انت حيرتني اكتر. اسمعي نصيحتي، بلغي شوكت. يا خالي ما انا كنت رايحة ابلغه، لكن موظفة حقدة او مش مسؤولة خلتك تغيري تفكيرك. فاطمة. نعم يا استهان. البيجي؟ لا يا استهان. طيب روح انتي. بالحق يا استهان، البيت اتصل. ايوه. سأل على حضرتك وقال انه عاوز حضرتك. عاوزني فين؟ قال لي يعني ان حضرتك تستنظريه، هو جاي. اتصل الساعة كام؟ الساعة كانت تيجي كده 3 الهن. يعني بقاله ساعتين؟ احضر لحضرتك السفرة؟ لا. طب ده انا عاملالك دقية بامية، انما ايه؟ هو الحمام عاملاه لحضرتك زي ما بتحبيه بالظبط. لا يا ستي، انا قصدي يعني حد يعني ايه يا استهان؟ مفيش، روح انت. اعمل لحضرتك القهوة بقى يا هانم؟ لا مش عاوز. حاضر. فاطمة. نعم يا استهان. هو شوشو قصدي شريف اتغدى؟ ايوه يا استهان، اتغدى مع دادا حميدة زي العادة. طيب هو فين؟ في اوضته يا استهان.
عاوزة ايه يا فاطمة؟ انا مش فاضي دلوقتي يا فاطمة، مش فاضي. انا ماما يا شريف. ماما؟ تسمح لي ادخل؟ يا خبر، اتفضلي يا ماما. الله، دي اوضتك حلوة قوي يا شريف. ماما انا سعيد جدا كده؟ الحمد لله يا حبيبي. دي اول مرة حضرتك تدخلي اوضتي من اسفة يا حبيبي، معلش يا شريف. وكمان حضرتك بطلتي اسم الدلع البناتي ده. سامحني يا ابني. اسامحك؟ بتقولي ايه يا ماما؟ قول لي يا شريف. نعم. انت كويس؟ ايوه يا ماما. انا مش هتأخر تاني عنك ابدا في اي حاجة ابدا. وبابا يا ماما؟ بابا؟ ايوه يا ماما. بعدين ماما حضرتك رايحة فين؟ هستنى بابا تحت وبعدين. هو بابا جاي دلوقتي؟ اي ماما يعني معلش يا حبيبي، بعدين هجيلك. ومن امتى الكلام ده؟ لسه دلوقتي اهو يا دادا. يعني بقى كده كسبنا المعركة. معركة ايه يا دادا؟ ده الحب والحنان رجعوا بيتنا تاني. ايوه يا حبيبي، ما انا عارفة، انا مش قايله لك؟ تصوري يا دادا، ماما بستني. يا حبيبي يا ابني. دادا انا فرحان قوي يا دادا. الحمد لله يا ابني، ربنا يفرحك كمان وكمان. عارفه يا دادا، انا حاسس ان الصيف ده هيبقى احلى صيف مر في حياتي. ربنا يجعل ايامك كلها سعاده وفرح يا ابني. انا مستني بابا لما يجي، انا متاكد ان هو كمان هيغير معاملته معايا. طبعا يا حبيبي، بس اصبر شويه وبلاش تقول لهم دلوقتي على حكايه المصيف دي. القهوه يا ست هانم. انا قلت لك هاتي قهوه. لا يا ست هانم. شيليها، مش عايزه. حاضر يا هانم. الساعه كام دلوقتي؟ قربت على 7:30 يا ست هانم. طيب هاتي التليفون. يو بسم الله عليكي، ما هو التليفون جنب حضرتك اهو يا ست هانم. طيب روح انتي. حاضر. وبعدين لا، مش هتصل بيه. انا هروح له، لازم اتاكد قبل ما اواجهه. ست هانم. ايه؟ هو حضرتك خارجه؟ ايوه. بس اصل البي يعني كان بيقول مش هتاخر، لما يجي قولي له اني جاي على طول. ايه مالك يا ناهد هانم؟ ممكن شويه ميه لو سمحت؟ حاضر. اتفضلي. انا خلاص اتاكدت يا دكتور. تقصدي عرفتي مين؟ ايوه. مين يا ناهد هانم؟ وكان خالي مش مصدق. استريحي يا ناهد هانم، استريحي. انا مش عارفه وصلت لغايه هنا ازاي. انا ما كنت شايفه وانا سايقه العربيه. طيب بس اهدي شويه. شفته بعيني يا دكتور. وهو شافك؟ هو كان في دنيا تانية. طيب على مهلك، واحده ولا نستنى شويه؟ كان عاوزني استناه في البيت علشان ما اشوفش هو بيعمل ايه. لغايه دلوقتي انا مش فاهم حاجه. شوكت يا دكتور. الباشمهندس شوكت؟ ايوه يا دكتور، هو اللي كان عاوز يقتلني. ايه؟ لكن انا الحمد لله اتاكدت دلوقتي. ازاي؟ ما انا لما سبت حضرتك النهارده رحت لشوكت الشركه ما لقيتوش. وبعدين؟ رحت لخالي، ولما قلت له على الحكايه كلها شككني في اتهام الشوكت واقنعني اني اواجهه. وبعدين؟ لقيت شوكت سايب لي خبر مع الشغاله انه عاوزني استناه في البيت. كويس. انتظرته لغايه الساعه 7. كنت محتاره خايفه احسن تيجي الساعه 8، الميعاد اللي حضرتك حددته، وهو ما يكونش جه. الساعه دلوقتي لسه 8:15. ما انا خرجت قلت اروح له الشركه اتاكد بنفسي. ايوه. قبل ما اوصل قدام العماره اللي فيها الشركه لمحت عربيه شوكت كانت قدامي، دوست فرامل ووقفت. شفته وهو بيضحك ومعاه دريه السكرتيره بتاعته. انت متاكده؟ شفته بعينيا دول يا دكتور. طب وناويه تعملي ايه؟ احنا مش عندنا الادله دلوقتي يا دكتور. ايوه، الادله زائد الواقع اللي بتقولي عليه، تبقى كل حاجه واضحه. يعني انا موقفي سليم. الشرطه هتقدر تظبط بقيه الماده وهتعرف حاجات تانية. لا، انا هديله فرصه. نعم، فرصه لايه؟ انه ينسحب في هدوء. ايوه، لكن علشان خاطر ابني شريف يا دكتور.
سعادة البيه جه يا ست هان. كده طيب. وهو منتظر حضرتك في المكتب. وهو كذلك. وسي شريف كمان كان بيسأل على حضرتك وقال انه بعدين. اتفضل. ناهد اتفضلي. شوكت. دقيقة واحدة من فضلك وهفضلك خالص. واقفة ليه؟ ما تقعدي. لو سمحت سيب اللي في ايدك. حاضر. شوكت، مش عايزين صوتنا يعلى. لا يا ناهد، انا عاوزك في موضوع تاني خالص. وانت عارف انا هكلمك في ايه. هو انت عاوزة تكلميني في حاجة بسيطة قوي. لكن انا عاوز اقول لك حاجة خطيرة يا ناهد. كده اتفضل. ناهد، انا محتار، مش عارف اتصرف ازاي. ياه، كل ده ومش عارف تتصرف ازاي؟ يا ناهد ارجوك، انا بتكلم جد. يا شوكت انا ناهد، في حد بيحاول قتلي. ايه؟ نعم. مش مصدقة؟ طب اسألي الدكتور بهجت. واظن محاولة القتل دي بقى بالسم. هو الدكتور بهجت حلله وقال انه من تركيبة اعشاب ضارة، لكن عرفت ازاي؟ لا، ما هو انا عرفت حاجات كتير قوي. صحيح يا ناهد، طب ازاي؟ شوكت، عاوزين نتكلم بصراحة وننهي الموضوع بطريقة ما تأثرش على مستقبل شريف. شريف؟ ايوه شريف. ماله شريف يا ناهد؟ في خطورة على حياته؟ انا مش فاهم. شوكت بلاش لف ودوران. نعم. ايوه يا شوكت، كل حاجة انكشفت. انا مش فاهم، عاوزة تقول ايه؟ عاوز تقتلني ليه يا شوكت؟ ناهد، انتي مش هسألك عن السبب لاني عارفاه، بس عايز اعرف ليه ما قلتليش انك عايز تسيبني؟ ما كنتش هقف في طريقك. مش معقول اللي بتقوليه ده. وما كانش في داعي تعرض نفسك للسجن او للمشنقة. ناهد ارجوك، عاوز افهم. ما تخافش يا شوكت، انا مش هتخذ اي اجراء، بس بشرط. ناهد اتكلمي بوضوح. لمعلوماتك الدكتور شوقي وخالي عارفين كل حاجة. لا انت مش طبيعية. انا هتصل بحد يجي يفهمني ايه اللي بيحصل. يا شوكت مفيش فايدة، انا شفت بعينيا. شفت ايه؟ شفتك مع درية. اوعى تنكر، انا شايفاكوا بعينيا الساعة 7 قدام الشركة. ايوه فعلا. بحسب هتنكر. وهنكر ليه؟ بس في ايه يعني اني كنت مع السكرتيرة بتاعتي؟ لا، ما فيهاش حاجة، بس تفتكر انها تستاهل ترتكب علشانها جريمة قتل؟ انا اللي معرض للقتل، مش هرتكب جريمة قتل. ناهد، انت جرايك ايه النهارده؟ يا سلام على اعصابك. ناهد، اتصلي بالدكتور بهجت، هيقولك انك بتتعرض لعملية تسمم بس بكميات صغيرة. بس لو استمرت في خطورة على حياتي. مفهوم. نفس الجريمة حصلت قبل كده في فيلم الزوج كان. ناهد استني، انت تقصدي؟ ايوه يا شوكت، الدكتور شوقي اكد لي النهاردة اني بتعرض لعملية تسمم بطيئة. مش ممكن. احمد ربنا ان الموضوع وصل لغاية كده وبس. شريف. مساء الخير. مساء الخير يا شريف، عاوز حاجة؟ مش هتخلصوا كلام عشان نقعد سوا شوية؟ مش دلوقتي يا شريف لو سمحت. بتتناقشوا في ايه؟ شريف، روح انت دلوقتي يا حبيبي، انا قبل ما انام هعدي عليك. صحيح يا ماما؟ صحيح يا حبيبي. وحضرتك يا بابا؟ بعدين يا شريف، بعدين لو سمحت. آسف، عن إذنكم. قالوا لك ايه يا حبيبي؟ مفيش يا دادا. ما قلت لك يا حبيبي بلاش تكلمهم النهارده عن المصيف، استنى شوية. ما هو يا دادا انا ما قلت لهمش حاجة. طيب يا ابني، وهم دلوقتي عاملين ايه؟ مش كويسين عن الاول؟ بابا هو اللي زعلان كده. ربنا يا ابني يهدي النفوس. طب ليه يا دادا؟ اشمعنى ماما؟ انت مش قلتيلي انهم؟ معلش يا شريف، بكرة بابا مش هيقدر يقاوم. صحيح يا دادا؟ صحيح يا حبيبي، مادام ماما بالها راق والحب رجع لقلبها، يبقى بابا كمان هيرجع للحب، بس اصبر عليهم شوية. حاضر يا دادا. اسيبك تنام دلوقتي يا حبيبي؟ لا، انا مش هنام. ليه يا حبيبي؟ اصل دلوقتي هما الاتنين في اوضه المكتب. بقول يا دادا يعني نحاول تاني يمكن. حاضر يا حبيبي. يا شوكت انا شفتكم في العربية. ناهد، انتي بتغير عليا. شوكت ارجوك الموضوع. يا حبيبتي انا هفهمك. حبيبتك؟
طبعا يا ناهد، ازاي تفكري لحظة اني... ده مش موضوعنا. ما تخافيش يا ناهد، انا هبلغ الشرطة. يا سلام. وبقول ايه رأيك ناخد بعضنا ونسافر نقضي شهر اجازة؟ فكرة برضو. ناهد، انا شايفك مش متحمسة. ارجوك يا شوكت، كل اللي بتعمله ده مفيش منه فايدة. يعني ايه؟ يعني انا مش مصدقة اي كلمة من اللي قلته. كده الشرطة بقى هتعرف الحقيقة وتقبض على الفاعل. انت عايز تجنني؟ مين اللي له مصلحة يقتلنا احنا الاتنين؟ انا فكرت، بس ما كنتش عارف انك انت كمان بتعاني نفس الاعراض. يعني عايز تفهمني انك ازاي يا نهد تفكري لحظة اني ممكن استغنى عنك؟ ودرية سكرتيرة. درية كانت معايا طول النهار في موقع عمل الشركة الجديد في حلوان، وتقدري تتأكدي بنفسك من بقية المهندسين اللي كانوا معايا. بس انا شفتكم لوحدكم، ما كانش فيه مهندسين ولا عمال. هم نزلوا في الطريق، لكن درية كان لازم ترجع الشركة علشان تكتب شوية لزونات. يا سلام. طب والضحك انتوا الاتنين مع بعض؟ انا هفهمك يا ستي. لما وصلنا قدام الشركة جت تفتح الباب معرفتش، انا ساعدتها فتحه فكانت هتقع فضحكنا. انت الليمون يا هاد. كويس يا فاطمة، الليمون ده جه في وقته. بالهنا والشفا. اخلصي، حطي الصينية واطلعي. حاضر يا ست هاد. ناهد، اتفضلي اشربي الليمون وشيلي من دماغك. شوكت. نعم يا حبيبتي. انت طلبت الليمون ده امتى؟ انا ما طلبتوش، لكن تقصدي ايه؟ بس مش معقول. قصدك يعني يكون التسمم من هنا من البيت؟ انا هتجنن بصحيح. ايه اللي بيحصل ده؟ فين الحقيقة؟ معلش يا حبيبتي، انا هتصرف. استريحي انت خالص. هستريح ازاي؟ انا لازم اعرف الحقيقة. دي مسؤولية الشرطة. لا، استنى بس. مش فاطمة دي متربية هنا في البيت؟ يمكن حد بيسلطها. حد مين؟ ناهد، ممكن تسيبي لي الموضوع ده؟ طيب نتصل بالدكتور شوقي. ليه؟ علشان يشوف الليمون ده فيه سم ولا لا. سواء ظهر السم في الليمون او ما ظهرش لازم نبلغ الشرطة. شوكت مش ممكن. يمكن الموضوع مدبر علشان نلجأ للنتيجة دي. مش فاهم. ما هو مادام انت مش اللي... ناهد، انت لسه بتشك فيا؟ لا، بس معنى كده يبقى الطرف التاني الشغل.